ففي مرة دخل على امير المؤمنين ابي جعفر منصور، فوجد بيد ابي جعفر طبقا من اللوز في قصة تحفظون لكم، انظر الى اشعب كيف كان يحفظ القرآن، هذا عجب. فامير المؤمنين يعلم مدى حب اشعب للطعام، يجلس على كرسي المملكة كده، كرسي الامارة، فيأخذ لوزة من اللوزات ويلقيها الى اشعب، ففتح اشعب فاه فالتقطها، يعني ما عنده وقت يأخذ باليد ويضع، ما في وقت. ثم نظر الى امير المؤمنين، وامير المؤمنين يعرف ان اشعب ينتظر. قال يا امير المؤمنين ثاني اثنين اذ هما في الغار، فالقى اليه بالثانية. قال فعززناهما بثالث، فالقى اليه الثالثة. قال قل خذ 4 من الطير فصرهن اليه، القى اليه بالرابعة. سيقولون 5 سادسهم كلبهم، 5 والسادسة، 7 ليال و8 ايام حسومة، 7 والثامنة. وكان في المدينة 9 رهط، القى اليه بالتاسع. قال 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كاملة، فالقى اليه بالعشر. قال اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، القى اليه بال11. قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، القى اليه بالله. قال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال يا غلام ناوله الطبق. قال يا امير المؤمنين انتظرتها من اول الامر، ولو لم تناولني الطبق كله لقلت لك، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. اذا اشعب رغم اكله وحبه للطعام لم ينسى الاعداد في القرآن، وذلك حامل القرآن انسان القرآن دائما يتعايش معه، متعايش مع كتاب الله، متعايش مع القصة القرآنية، متعايش مع هذا المنحى العجيب